في مبدأ في لعبة القوة ما ينفعش ابدا ما تكونش عارفه، وناس كتير بتستخدمه في حياتنا، وهو انك تفضل دايما مهم، دايما في الصورة، دايما ليك دور محدش غيرك يقدر يعمله. كتاب 48 اوف باور بيشرح في القانون 11 المعنى ده، واللي هو انك ازاي تفضل دايما مخلي الناس معتمدين عليك. مش هدفه قوي انك تبقى متسلط، لكن بيشرح ان في ناس قوتها مش بتيجي من انها الاعلى، لكن بتيجي من انها ضروريه ومحدش يقدر يستغنى عنها. يعني مثلا في شغلك ممكن تلاقي شخص مش هو المدير، بس محدش عارف يشتغل غير لما هو يفتح السكه. ده ممكن ما يكونش صدفه ويكون هو قاصد يعمل ده، ومفاتيح اللعبه في ايده. نفس المبدا ده ممكن يظهر في علاقات. ناس تحب دايما يبقى ليها لازمه موجوده في حياتك، مش عشان يتحبوا اكتر، لكن عشان وجودهم يفضل ثابت ويفضلوا يستفيدوا. هل ده صح ولا غلط؟ مش دورنا ابدا نحكم، لكن القانون ده بيقول لك انه لو محدش محتاجك سهل جدا يتم استبدالك. سلام.